مساء الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ لا صباح الخير. هذه قصة ثانية يا جماعة الخير، قصة ثانية عامين طبعا. أكيد يوم الجمعة عن أفضل الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. هذه القصة يا جماعة الخير راح أشرح لكم إياها بالمعنى. ممكن أغلط، ممكن أسهو، ممكن يطيح مني شيء. تذكروا أن الإنسان اللي قدامكم حرارة الحين 38 ونص، ولكن بإذن الله الرب يمكنني وأقولها لكم. القصة يا جماعة الخير صارت بعد ما مات أبو طالب. أبو طالب هذا وش كان دوره؟ أبو طالب يا جماعة الخير كان هو الدرع للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش. قريش كانوا كذا فايتات، والله العظيم كانت مشاكلهم كثيرة مع النبي. مات بعده اللي هي السيدة خديجة. من هي السيدة خديجة؟ هي اللي كانت السند للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي جلس في مكة وصاروا يؤذونه، زاد عليه الأذى ما تحمل. تعرف يعني الإنسان، أنت الحين لو أخذك وحطك في مكان ويضغطونك بكلمة كلمتين والله تقوم وتخليهم، ولكن تخيل أن إحنا ناس عاديين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يؤذون النبي، يا الله. النبي ما حد تحمل. راح زيد بن حارثة قال يا أبا بنطلع بنروح للطائف، ممكن في الطائف في ناس أخير يا أخي من قريش، أذوني قريش. طلع هو زيد بن حارثة، وصلوا للطائف عند قبيلة ثقيف. راحوا لكبار ثقيف قالوا خلنا نروح ندعيهم للإسلام لعلهم يسلمون يكونون خير من قريش. المهم يا جماعة الخير وصل عند حقين ثقيف وصار يدعيهم للإسلام، نعبد الله وحده وإلى آخره. يعني مفروض أنهم يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قابلوه بالسخرية. قالوا لا يعني والعياذ بالله والعياذ بالله، والله والعياذ بالله. واحد منهم قال يعني معنى كلامه يعني ما لقى ربي إلا يرسلك أنت. يا ليتهم اكتفوا بالسخرية. طلع النبي، أول ما طلع يا جماعة الخير يرسلون وراه المجانين وصبيان الحارة ويصيرون يرجمون النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. المهم تجرح النبي وطلع من عندهم من الطائف لين وصل عند بستان ووقف صار يدعي ربي. نبي خير البشر آخر الأنبياء وقف يدعي ربي، يعني يدعوه أنه يشكوه، يعني زي ما تقول يشتكي لله سبحانه وتعالى من ضعف قوته. خلاص ما بيدي شيء، طردوني وقريش يحاربوني وش أسوي؟ نزل مين يا جماعة الخير بعد ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل جبريل معه ملك الجبال. قال يا محمد هذا ملك الجبال، تبغاه يطبق عليهم الأخشبين؟ يعني يا جماعة الخير لو طبق عليهم الأخشبين مستحيل أحد ينجو، مستحيل. ولكن النبي رحيم قال لا، بمعنى الكلام إنه بيجي منهم، لعل يجي منهم من أحفادهم ناس يدعون الله ويعبدوني ولا يشركون معي أحدا. يا جماعة الخير